كان هناك شخصان، الأول اسمه المنطق والثاني اسمه الحظ، راكبان سيارة، وفي منتصف الطريق نفذ وقود السيارة. حاولا أن يكملا طريقهما مشيا على الأقدام ليجدا مأوى قبل أن يحل الظلام، لكن دون جدوى. فقال المنطق للحظ: سوف ننام هنا حتى يطلع الصباح، وبعدها نكمل الطريق. فقرر المنطق أن ينام بجانب الشجرة، أما الحظ فقرر أن ينام بمنتصف الشارع. فقال له المنطق: أمجنون أنت؟ ستعرض نفسك للموت، من الممكن أن تأتي سيارة وتدهسك. فقال الحظ: لن أنام إلا بمنتصف الشارع، ومن الممكن أن تأتي سيارة فتراني وتنقذني. وفعلا نام المنطق تحت الشجرة والحظ بمنتصف الشارع. بعد ساعة جاءت سيارة كبيرة مسرعة، ولما رأت شخص بمنتصف الشارع حاولت التوقف ولكن دون جدوى، فانحرفت باتجاه الشجرة ودهست المنطق وعاش الحظ. هذا هو الواقع. فالحظ يلعب دوره مع الناس أحيانا، على الرغم من أنه مخالف للمنطق، لأنه قدرهم. فعسى تأخيرك عن سفر خير، وعسى حرمانك من زواج بركة، وعسى طلاقك من زوجك راحة، وعسى ردك عن وظيفة مصلحة، وعسى حرمانك من طفل خير، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم.